السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش تحضروا الغريبة ديال الكاوكاو كتجي معلكة. كيفاش تحصلوا على هاد التعليكة هذه، كيفاش تجيكم هكا مشققة. جميع الاسرار ديالها، طريقة الطياب، كيفاش طيبوها في الفران باش ما تجيكمش هكا قاصحة وما تنشفش ليكم. تبعوا الفيديو غتلقاو فيه جميع النصائح اللي ممكن تحتاجوها باش تنجح لكم هاد الغريبه هذه من اول تجربه. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اذا هنا عندي في واحد الكسريه، انا كان عندي الكاوكاو طحنته. كاوكاو البنات كتجيبوه كتصهدوه في الفران، سواء البلدي بالقشور ديالو سواء الرومي اللي بغيتو. صافي غادي نصهدوه في الفران، هي كنصهدوها البنات ما تحمروهش، هي كيتصهد. وكان سواء تحيدوا ليه القشره ديالو سواء تخليوه بالقشره ديالو اللي بغيتو، سواء ديروا كما درت انا، حيدتي واحد الجزء منه القشره وخليت الجزء الاخر بقشرته وطحنته في الهاشواغ. البنات كنطحنوه حتى تيرجع مسمد. راه وريتكم في الاول ديال لا فيديو كيفاش الشكل ديالو كيكون مسمد، ما خصوش يتطحن حتى يطلق الزيت ديالو. هذه هي اول خطوه، اول نصيحه. الكاوكاو ما كنحمروهش، هي كنصهدوه باش كتجينا ديك التعليكه وما كيجيش داك المروره في الحلوى ملي كنكونوا ناكلوها، لان مازال غطيب في الفران. متفقين؟ النصيحه الثانيه، الطحين ديال الكاوكاو كنطحنو سواء بالقشره ديالو اولا تحيدوها ليه اللي بغيتو في هذه المرحله، ولكن كنطحنوه طحنه اللي كيرجع لينا فقط بحال السميده. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كنضيف ليه قبيصه ديال الملح، ساشيه وحده ديال الفاني، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه، وكنضيف الكاكاو كيبقى اختياري. بغيت تخليوها غير بحال هكاك بيضه، بحال غتزينوها بالقرقاع او باللوز او بكاوكاوا، ممكن تستغناو على الكاكاو. انا هنا بغيت يبان داك المنظر ديال العقده اللي لداخل اللي هي الحلوه، يبان هكا كحل مع داك السكر كلاصي، لاني ما استعملت حتى شي مكسرات باش زينت الحلوه ديالي. صافي اذا هنايا انا ضفت واحد ساشيه وحده ديال الكاكاو المر، ما يعادل واحد 7 حتى 8 غرام من الكاكاو المر. ضفت كذلك واحد المعلقه كبيره ديال المربى ديال المشماش، كتعطي واحد التعليكه لهاد الحلوه ضروريه، ومن الافضل داك المربى اللي ما كيكونش فيه هكا الطريفات. ضفت واحد الخماره ديال الحلوه فئه 8 غرام. البنات بالنسبه للخميره هي فين بزاف البنات كيغلطوا، كيمشيو كيديروا بزاف الخميره، يعني في هاد الحلوه ممكن كيديروا خماره ونص او 2 خمارات. لا، غديروا خماره وحده في هاد الكميه اللي درت معاكم، يعني 500 غرام ديال الكاوكاو غادي تمشي معها خماره وحده ديال 8 غرام باش تجيكم ديك الحلوه ما تجيش مشتته بزاف ملي كطيب، كتجي هي هذيك. انا وعدتكم بان الفيديو غنقول لكم فيه جميع الاسرار باش تحصلوا على واحد الحليوه اللي كتجي في الشكل ديالها وفي المنظر ديالها مزيانه، وحتى طبعا حتى البنه راه كتجي بنينه. كما لاحظتوا معايا هنا كنبداو كنخدموا كنجمعوا بالبيض. انا استعملت 2 حبات ديال البيض، كان الحجم ديال البيض اللي خدمت به كبير. كما لاحظتوا معايا راه كنت حاطه حدايا 3 البيضات. ضروري البنات تحطوا حداكم واحد الكميه ديال البيض، واحد 3 الحبات لهاد الكميه ديال الكاوكاو، وكتبداو كتضيفوا. ضفت في الاول 2 بيضات، الا ما تجمعش ليكم كتزيدوا البيضه الثالثه، كتزيدوها هي بشويه بشويه، يعني كتطربوها وكتبداو كتضيفوا منها بشويه بشويه. انا كما شفتوا معايا كفاوني 2 بيضات، لان الحجم ديال البيض اللي خدمت به كان حجم كبير. صافي يعني حتى نتوما راه الا خدمتوا ب2 حبات البيض اللي كيكون الحجم ديالهم كبير راه غيكفيوكم. الا كان الحجم ديال البيض صغير راه ممكن تزيدوا واحد نص بيضه او بيضه كامله. نتمنى يكون واضح الشرح ديالي، لاني اهم شيء بالنسبه لي في هذه الوصفه هو ان تنجح لكم الغريبه اولا المعلكه ديال الكاوكاو منين توجدوها. نتوما كتشوفوا معايا خديت بليد اللي عندي ناشفه باش نوريكم القوام ديال العقده اولا ديال هذه الحلوه هذه. يعني راه كتكون شويه خفيفه كتلصق في اليدين. صافي هنا غادي نوضعها في واحد الاناء وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي.
وغنخليوها ترتاح. البنات الا بغيتو تحصلوا على معلكه تجيكم مزيانه، وغنقول لكم علاش كنديروا بالضبط هذه المرحله. انا جايه دابا للشرح وغنشرح لكم بالضبط علاش ضروري هذه المرحله هذه، لانها مهمه بزاف. صافي غادي نغطي عليها وغادي ندخلها للثلاجه، نخليها ترتاح واحد على الاقل واحد الساعه، اولا ديروها واحد نص ساعه في المجمد. انا الحقيقه خليتها ساعتين في الثلاجه باش نكون معكم صريحه، لان كل ما ارتاحت كل ما كيسهل علينا نشكلوها بكل سهوله. وغنقول لكم بالضبط علاش مهمه بزاف هذه المرحله هذه. فقط تبعوا معايا الشرح ديال لا فيديو. هنا كما كتشوفوا معايا ها نتوما راه جبدتها من الثلاجه، قلت لكم خليتها ساعتين. هذا هو القوام ديالها. يعني شوف دابا غادي نشكلها معاكم وغتشوفوا معايا كيفاش كتكور بكل سهوله. ما كنحتاج ندهن ديالها بزيت لا بما زهر لا بتا شي حاجه، فقط هي كنشكلها وكتكور معايا بكل سهوله. علاش كنديروا هاد كما كتشوفوا معايا راه درت فيها 20 غرام. انا كنوزن قدامكم. بالنسبه للبنات اللي بغاو هكا يخدموا لي كوموند كنديروا فيها 20 غرام. هنا بغيت نهضر لكم علاش قلت لكم تخليو هاد العجينه هذه نخليوها ترتاح في الثلاجه. كما قلت لكم ما خصناش ندهنوا يدينا باي ماده دهنيه، علاش؟ ولا حتى بما زهر. الا دهنتوا يديكم بما زهر وكنتوا خدمتوا بشي سكر كلاصي، انا الحق انتم غتشوفوا معايا كلشي المراحل. انا خدمت بداك السكر كلاصي اللي كيتباع في بيم، راه سكر عادي ماشي هو مزيان، الجوده ديالو مزيانه، ولكن ماشي داك السكر كلاصي نيت اللي مخير. وانا غادي نوريكم بانه ماشي داك السكر كلاصي اللي يعني الجوده ديالو عاليه بزاف، هو مزيان ولكن ماشي لديك الدرجه. ورغم ذلك كانت النتيجه مزيانه. امتى كيوقع لكم المشكل؟ ملي كتجيبوا سكر كلاصي وكيكون شي سكر كلاصي ما مزيانش كما شرحت لكم، فانتوما ملي كدهنوا يديكم بما زهر وكدوزوها دوزوا الحبات هكا ديال الحلوى في سكر كلاصي، فداك السكر كلاصي اش كيوقع ليه؟ بحال ملي كتدخلوا هكا طيب كيبس لكم على ديك الحلوى وكيولي الشكل ديالو والمنظر ديالو ما زوينش بحال محجر. نتمنى يكون واضح. فداك الشيء علاش كنقول لكم ضروري سكر كلاصي طبعا يكون سبيسيال من الافضل، وما يكونش وما ديروا حتى شي ماده سواء دهنيه ولا مازهر ما تحتاجوش بلا ما ديروها، لان داك السكر مع ديك يديكم كتكون هكا فيها ديك المازهر ولا شي حاجه ما كيجيش المنظر ديال الحلوى زوين. ومني كطيب ما كيجي داك السكر بحال فازق، ما كتجيش المنظر ديالها زوين نهائيا. وخصوصا هكا البنات اللي بغاو يخدموا هاد الحلوى هكا يخدموا لي كوموند وداكشي، فما كنصحكمش خليوها ترتاح كما قلت لكم واحد ساعه ولا ساعتين. ممكن تجربوا العمليه في تحطوها في المجمد ماشي مشكل. مهم خصها تشد راسها عاد كتشكلوها، كتكون الخدمه نقيه وكتجي الحلوى زوينه في المنظر ديالها. اسمحوا لي كثرت عليكم الهضره، ولكن انا بغيت يكون الفيديو تعليمي وشرح مفصل للبنات اللي بغاو يعني سواء يخدموا سواء هكا الناس اللي بغات تخدمها هكا للدار تكون خدمه نقيه وزوينه. هنا كما كتشوفوا معايا كندوزها في السكر الثقيل. لاحظوا الطريقه كيفاش كنخدم، يعني كنوضع الحبات ملي توضعوهم في السكر كلاصي البنات ضروري تغبروهم في السكر كلاصي، يعني ما تخليوهمش هكا في السكر كلاصي وهما ناشفين، لا. من بعد ما كنشكلوا الحبات ديالنا كاملين اللي بغينا كندوزو كنبداو كنوضعوا واحد الكميه في السكر كلاصي ونغطيوها بداك السكر كلاصي هو الاول، عاد كنرجعوا نبداو نشكلوا فيها. كما شفتوا معايا في الاول راه غطيتهم بالسكر كلاصي باش ما ينشفوش ليا، عاد رجعت بديت كنخدم كندور كل حبه مزيان كندوزها مزيان بين يديا وكنهز من داك السكر ونعاود تاني نضيف ليها مزيان راه كيشد فيها مزيان. وكنوضع واحد الكميه هكا بصبعي من الفوق باش كتجي من الفوق هكا مشققه وباين فيها داك السكر كلاصي كيعطيها واحد المنظر زوين. كما كتشوفوا معايا هنايا خديت واحد المعلقه صغيره
وكنضغط واحد الضغطه في الوسط. علاش كنديروا هاد الضغطه؟ كنساعدوا الغريبه باش ملي كتدخل الفران كطيب كتزيد تكمل داك التشقق اللي تشققاتو في الاول. نتمنى يكون واضح. وبالنسبه للناس اللي بغاو يزينوا بالكركاع او باللوز او بحبه ديال الكاوكاو، كدوزوا الانصاص ديال اللوز اولا ديال الكاوكاو اولا ديال الكركاع، كدوزوهم في بياض البيض. يعني كدوزوا ليهم هكا، تديروا لهم شويه ديال بياض البيض مطرب، وكتلصقوهم وكتضغطوا على الحبه ديال الحلوى بهم باش كيلصق لكم، باش ملي كتخرجوها من الفران ما كتحيدش هذيك داك الكركاعه ولا داك اللوزه، ما كتحيدش منها. لان الا حطيتوها غير هكاك بوحدها راه ملي كتحيدوها من الفران ما كيجيش المنظر ديالها ودغيا كطيح من الحلوى. المهم هانتوما شوفوا معايا هنا غنهضروا على الطياب. راه شفتوا معايا الطريقه كيفاش شكلناها. الطياب كنسخنوا الفران كنشعلوا الفران من الفوق ومن التحت وكيسخن مزيان البنات. نشعلوه تقريبا واحد 6 حتى 7 دقائق، خاصو يسخن مزيان. كندخلوا اللاطه، انا كنشعل من الفوق ومن التحت، وكندخل اللاطه في الرف الوسطاني. صافي كندير الحراره على 170 درجه. كنخليها في الاول واحد 4 دقائق حتى ل3، من 3 حتى 4 دقائق عفوا، حتى كتشقق ليا من الوجه ديالها. فوا كتشقق ليا من الوجه ديالها صافي كندوز كنطفي عليها من الفوق ونخليه لتحت. صافي مهم لتحت كنخليها غير واحد 2 حتى 3 دقائق. المهم الحلوى في المجمل ما كتاخذش اكثر من 10 دقائق، يعني 8 حتى ل 10 دقائق. ما خصكمش تفوتوها على 170 درجه. نتمنى يكون يعني الشرح ديالي واضح باش تنجح لكم هاد الوصفه، لان ما خصهاش تحمر بزاف. كنخرجوها الا قصتوها بصبعكم راه كتكون باقه بحال خضره، كتكمل الطياب ديالها. ملي كنحيدوها من الفران هي راسها غادي تنشف وغتشد، راه كتجي معلكه من الداخل ديالها. ما تخليوهاش كطيب بزاف في الفران. يعني البنات راه الفران كيختلف من وحده لوحده، كاين اللي الفران ديالها دغيا كيحمر الحاجه، وكاين اللي الفران ديالها اللي ثقيل. المهم نتوما راه كتعرفوا الافران ديالكم. هانتوما شوفوا معايا الشكل ديالها، كتجي معلكه، كتجي مشققه، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى فعلا انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولو القليل. شكرا لكم على حسن المتابعه، شكرا للتشجيعات ديالكم والتعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، اللي كتعكس روحكم الطيبه. ونتلاقاو فيديو جاي مع وصفه جديده، وبسلامه.